تعالوا بقى نعمل أحلى كيكة شوكولاتة هشة وطرية بمكونات بسيطة جدا وموجودة في كل بيت ومليانة بصوص الشوكولاتة متغرق فيها، وهي أساسا ما فيهاش ولا نقطة شوكولاتة، وأحلى من بتاعت بره بكتير، وهتشرفك في عزوماتك أو لو حد جايلك. تعالوا نشوف عملناها ازاي. تجيبي بقى محضرة الطعام بتاعتك أو الخلاط حسب المتوفر عندك، وهتحطي فيها كوباية من السكر وكوباية من الزيت وكوباية من اللبن ونص كوباية من الكاكاو الخام. حاولي الكوبايه اللي انت تستعمليها في اول حاجه استعمليها في المعيار كله، يعني الكوبايه تبقى ثابته معاكي. اضربيها بقى كويس جدا لغايه ما القوام معاكي يبقى شبه النوتيلا كده. هاتي بقى الكوبايه اللي انت كنت مستعمليها وفضي كوبايه كامله من الصوص ده واركنيه على جنب، هنستعمله دلوقتي. بعد ما خدتي كوبايه من الصوص هاتي اي بوله بقى وفضي بقيه الخليط، وبعد كده ضيفي له بيضتين بدرجه حراره الغرفه ورشه من الفانيليا بسيطه جدا ومعلقه صغيره من الخل، وقلبي كل الكلام ده بمضرب سلك عندك كويس جدا قبل ما تحطي المكونات الجاف. بعد بقى لما ضربتي الخليط كويس جدا وبقى ناعم معاكي، هاتي كوبايه من الدقيق، الكوبايه اللي انتي بتستعمليها في المقادير التانية، ومعلقه صغيره من بيكنج باودر ورشه ملح بسيطه جدا، وقلبي بقى كل الكلام ده. هتلاقيه تقيل معاكي. هاتي نص كوبايه من اللبن عادي الساقع وانزلي بيه على خليط الكيكه وقلبيها كويس جدا، هيطلع معاكي احلى خليط كيكه. بصوا يا جماعه القوام تحفه. هاتي بقى اي صينيه انت حباها من غير ولا تحطي زيت ولا تبدريها ولا اي حاجه، هو مكعب الزبده عمره ما بيلزق اي كيكه عندي. مكعب الزبده احسن حاجه تدهني بيها صينيه الكيكه بتاعتك. اديها بقى ضربتين وبعد كده دخليها الفرن على درجه حراره 180، هتقعد بالظبط 20 دقيقه وهتطلع معاكي احلى صينيه كيكه. هتنزل في معاكي في منتهى السهوله عشان مكعب الزبده اللي احنا حاطينه. هتبداي بقى تنزلي بصوص الشوكولاته اللي احنا كنا راكنينه على جنب. بجد يا جماعه حلوه قوي واحلى من انتي بتسيحي الشوكولاته اساسا. طالعه هشه وطريه، الولاد اتهبلوا عليها وافتكروها جاتوه جاهز من كتر حلاوتها، وانا كمان كنت بقطعها وهي سخنه. استني انتي عليها تبرد شويه، بجد حلوه قوي لازم تجربوها. اشوفكم بخير الفيديو الجاي، سلام عليكم.